قابلت كام واحد في حياتك شايف إن كل الناس حاسدينه وحاقدين عليه وإن محدش بيحبه ولا حد عايز له نجاح، وكلامه دايما شبه أنا كل ما أدخل حاجة حياتي تتعطل ومفيش حاجة بتكملي، وده بسبب إن الناس دايما باصة في حياتي وحاقدين عليا. صراحة مش لاقيين غيري. الناس دي لو قالت كده في موقف ولا اتنين عادي، ممكن فعلا يبقى حسد، حاجة اتعقربت ومش مظبوطة. لكن لو كلامهم دايما كده بيبقى غالبا المشكلة في الناس دي، بيبقى عندهم مشاكل نفسية هي اللي محسساهم إن كل الناس مضطهداهم. في 6 أسباب نفسية ممكن تخلي البني آدم حاسس ده. تعالوا النهاردة نتكلم عنهم. أول سبب، في شخص ما بيكونش عنده ثقة بنفسه كفاية، فهتلاقي إن الشخص ده حاسس وعارف من جواه كويس قوي إن إمكانياته أقل بكتير من الحاجة اللي هو عايزها، بس مش بيعترف بده قدام نفسه لأنه مش قادر يعترف إن ممكن يكون عنده نقص أو حاجة مش كاملة. فهتلاقي ان الشخص ده دايما بيعلق اخطائه او بيعلق الحاجة اللي هو مش قادر يعملها على شماعة الناس والحقد والحسد. يعني مثلا لو واحد كل ما يتقدم في شغلانة يترفض من اول ما يروح الانترفيو ومفيش اي شغلانة بتكمله، ده بسبب ان هو ما ذاكرش كويس للانترفيو، ما استعدش. الشغلانه طالبه امكانيات اعلى كتير من امكانياته، طالبه خبرات مش عنده. هو بقى ما يبصش لكل ده ويقول لك لا والله اصل فلان كان عارف ان انا رايح اقدم فعشان كده بص لي فيها، او الانترفيور اللي كان قاعد بيعمل لي الانترفيو كان حاقد عليا ومش عايزني اشتغل معاه. تاني سبب، وده عكس اللي فات تماما، هو الشخص اللي عنده ثقه بالنفس زياده عن اللزوم، فمدي لنفسه حجم اكبر من حجمه. يعني مثلا لو هنتكلم على المثال اللي فات، الشخص ده لو راح اتقدم لانترفيو واترفض، بيبقى شايف ان اللي قدامه رفضه علشان هو اعلى بكتير منه، علشان خايف يوظفه ويقبله فيروح يحط عليهم كلهم. هو شايف ان امكانياته اعلى بكتير من اي شغلانه ممكن ان هو يشتغلها. النوع ده عموما هتلاقيه بيتعامل في حياته ان الواد الجامد اللي ما حصلش، اللي ما حدش يقدر يرد عليه. فهتلاقيه سواء اللي قدامه راجل كبير صغير، في موقف يستاهل ما يستاهلش، دكتور جامعة عيل فراش ايا كان، هو شغال ان يقصف جبهة الناس دي وبس. شايف ان مصدر قوته ان يحرج الناس ويضايقهم ويقل منهم، وان الناس دي طبيعي ان هي ما تردش عليه لان هم اساسا غلطانين وحاسدينه وحاقدين عليه، فهو بيسكتهم بان يديلهم فوق دماغهم. تالت سبب، الشخص اللي اتغدر بيه لما قال يا كفى. هتلاقي مثلا الواحدة اللي صاحبتها خانتها، طبيعي ان هي هتفقد الثقة في الناس اللي حواليها وهتشوف ان كل الناس باصين للحاجة اللي في ايديها. او لو واحد دخل شراكة مع واحد صاحبه، فصاحبه ده غدر بيه ولبسه في حيطة، ساعتها اي حد هيعوزه في مصلحة او هيقول له تعالى اشتغل معايا او نشتغل مع بعض او انا عايزك تساعدني في حاجة، هيشوف ان كل الناس دي مش تمام، ان هم اكيد ناويين له على نية. رابع سبب اللي بيفسر كل حاجة او بيرجعها ان سببها الحسد او ان حد عامل له عمل. احنا ما نقدرش ننكر ان في حسد وفي سحر لان دي حاجات مذكورة في القرآن، ما ينفعش ان احنا نقول ان ده مش حقيقة او تخاريف، لكن مش كل حاجة نرجعها للحسد والأعمال، خصوصا لو في أسباب كتير ممكن تكون هي سبب فشل الحاجة اللي أنا فيها دلوقتي. يعني مثلا واحد فاتح مشروع أو اشترى شقة جديدة وربنا ما وفقوش أو المشروع فشل أو الشقة ما كملتش على خير، بيبص دايما ان حد حاسده، ان حد حقده، ان حد عمل له عمل في حياته، مع ان في الحقيقه ان ممكن يكون ما خططش كويس للخطوه قبل ما ياخدها، ما درسش الموضوع واستعجل وراح اشترى الحاجه بسرعه او فتح مشروع بسرعه وهو لسه مش قده، او ببساطه جدا ان ربنا ما وفقوش عشان ما فيش خير ليه في الحاجه دي. مش دايما بنرجع الحاجه للحسد والاعمال. السبب الخامس هو اضطرابات الشخصيه، زي مثلا اضطراب البارانويا. المصاب بالاضطراب ده باختصار جدا بيبقى شاكك في كل الناس اللي حواليه، وعنده قاعدة ثابتة ان كل الناس بتحط ضده خطط ومؤامرات، وشايف ان مفيش اي حد بيحب له الخير، وان كل الناس قاصده ان هي توقعه وتلبسه في مشاكل. زي مثلا واحدة شغالة في مكان فمديرها طلب تعديلات منها على الشغل اللي هي مقدماه، بتشوف ان المدير ده مضطهدها وبيكرهها وقاصد ان هو يضيع مستقبلها وبيسخف عليها في الشغل قصد، مع ان هي لو بصت هتلاقي انه طلب من التيم كله او من كل الناس اللي شغاله معاها تعديلات عادي يعني.
أو لو هي واحدة مش ملتزمة كفاية، بتيجي متأخر، بتبص في الموبايل كتير، عندها ظروف معطلاها عن الشغل، رايحة جاية تعمل مشاكل، ما بتخلصش شغلها في الوقت المحدد، أي مشاكل من المشاكل اللي عادي بتحصل عند أي حد في الشغل دي. فطبيعي المدير هيديلها جزا. هي بتشوف إن لأ بقى أنا ما عملتش كل حاجة لده، هو اللي مش مقدر ظروفي، هو بيتلكك لي وواقف لي على الواحدة، إيه يعني لما يشيلني شوية ويعدي لي اللي أنا بعمله. والسبب السادس والأخير إن الشخص ممكن يكون عنده مرض عقلي زي الفصام. ده بيكون مختلف تماما عن الاضطرابات النفسية، ده بيكون أخطر بكتير جدا. المرض ده الشخص فيه بيجيله هلاوس، انه بيسمع ناس بتأكد له ان في ناس تانية بتتكلم عليه، وان هم بيخططوا انهم يدمروه، وان هم قاعدين دلوقتي على فكرة بيحطوا خطة ازاي هيقتلوه. طبعا الكلام ده ما بيبقاش اي حاجة منه حقيقية، ده بيبقى مجرد هلاوس اثر المرض. وطبعا في الحالة دي المريض لازم يتعرض على طبيب نفسي وبيتحجز في مستشفى، لان حالته بتبقى خطر عليه قبل ما تبقى خطر على الناس اللي حواليه. المرض ده بالظبط احنا اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده، زي اللي كان عند احمد حلمي في فيلم اسف على الازعاج. في النهاية الناس اللي دايما شاكين ان الناس حاسدينهم او حاقدين عليهم، ممكن يبقى عندهم مشكلة نفسية، تجارب سابقة هي اللي عملت فيهم كده، او افكار ومعتقدات غلط دخلت لهم من البيئة اللي هم عايشين فيها. المهم ان في اي وقت انت تحس فيه انك حاسس دايما بالاضطهاد، وان الناس اللي حواليك مضايقينك وانهم حاسدينك وحاقدين عليك، اقف ثواني مع نفسك واسأل: هل في دليل على الكلام ده، ولا ده مجرد احساس عندي بس ان هم حاقدين عليا؟ ولو لقيت ان انت برغم انك كل مرة ما بتلاقيش دليل على الافكار اللي في دماغك، الا انك بتفضل دايما متوتر وشاكك في الناس اللي حواليك، يبقى ساعتها اطلب مساعدة من اخصائي نفسي عشان يحللك مشكلتك.